إلغاء اجتماع إدارة نادي الزمالك، ومفاجأة جون إدوار وعودة الجزيري، وكمان ثلاثي الزمالك هيغيب عن مباراة المحلة. في السريع كده هنتعرف مع بعض عن أهم أخبار نادي الزمالك اللي حصلت بالأمس. في البداية كده نروح للكابتن حسين لبيب. حسين لبيب اللي قرر إنه يعقد اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك ولكل أعضاء نادي الزمالك، إلا إن حسين لبيب بيلغي الاجتماع قبله بدقايق. على الجانب الآخر جون إدوار ومفاجأة مع يانيك فيريرا. اما جون ادوار فبيجدد الثقة ليانيك فيريرا وبيوعده ان هو مكمل مع نادي الزمالك. اما الصدمة لنادي الزمالك فهي غياب ثلاثي الزمالك عن مباراة المحلة القادمة اللي هتكون يوم السبت 4 اكتوبر. عبد الله السعيد هيغيب عن مباراة المحلة بسبب حصوله على الانذار الثالث. اما ناصر منسي وكمان عدي الدباغ فهيغيبوا عن مباراة المحلة بسبب الاصابة في العضلة الخلفية. وطبعا محمد شحاتة استمرار غيابه بسبب الاصابة. اما عن سيف الجزيري فجون ادوار اتفق مع يانيك فيريرا عودة سيف الجزيري لقائمة نادي الزمالك في ظل غياب الاثنين المهاجمين بتوع نادي الزمالك، عدي الدباغ وناصر منسي.